سميرة، واش وصلنا لهذا الحال؟ واش هذه هي النهاية ديالنا؟ النهاية ديال أي واحد كيغلط هي أنه كيخلص الثمن. أنا ما كنفكرش في راسي، أنا كنفكر غير في كريم. من نهار سمعنا ولدك آدم وأنا قلبي ما مرتاحش. إن شاء الله راه بخير. سميرة، قولي لي واش كنا كنستاهلوا نوصلوا لهذا النهار؟ علاش ساكتة؟ حيت ما لقيتش حتى كلمة ندافع بها على راسي. سميرة، أول مرة في حياتي كنحس بهذا العجز. لا قادرة نخرج، لا قادرة نمشي، لا قادرة نطمن على ولدي. كل واحد فينا كيتخلص على شنو كان كيدير، وانا دابا عاد حسيت بداكشي اللي كنت كندير كان شيطان عامل لي عيني وقلبي. ودابا ما عنديش حتى الوجه اللي نقدر نشوف فيه في حسام وولادي. واش عارفه شنو كيحرقني دابا؟ ماشي انا جالسه هنا، اللي كيوجعني هو انني ما عارفاش كريم فين دابا. ان شاء الله يكون بخير. كيفاش يكون بخير ملي جدونا وانا قلبي كيضرب؟ كنت ديما كنحس ملي كيوقع ليه شي حاجه. هاد المره الاحساس اقوى من اي وقت فات. راك تبكي عليه بحال الا باقي صغير، وغادي يبقى صغير في عيني حتى الا كبر. الام عمرها ما كتشوف ولدها كبير. كنتفكر ملي كان صغير ويجي عندي يبكي وانا نقول ليه ما تخافش انا هنا معاك. واليوم يمكن هو محتاجني اكثر من اي وقت، وانا حتى ما نقدرش نوصل ليه. الدنيا كتدور يا زهره. عمرني ما تخيلت نوصل لهاد البلاصه. لو كان رجع بيا الوقت والله ما نخلي الحقد يعميني. كنت غادي نعيش هانيه كيف ما مكتب لي الله. حتى انا خسرت راحه بالي، وخسرت احترام الناس، وخسرت داري وراجلي وولادي. ولكن كل وحده فينا كتخلص ثمن الغلط ديالها يا زهره. اول مره في حياتي كنحس بالندم الحقيقي. كنت كنظن راسي كنربح، ولكن في الحقيقه كنت كنخسر كل نهار. بصراحه ليلى عمرها ما دارت لي شي حاجه تستاهل بها داك الظلم كامل. كانت غير بنت صغيره كتقلب على شويه الحنان، وانا كنت كنزيد نعذبها. كنتي قاصحه عليها بزاف. هادشي اللي كيحرقني دابا. كل دمعه بكاتها ليلى كنحس بها دابا كتحرق لي قلبي. كنت كنحس بها ضعيفه، واليوم عرفت باللي انا اللي كنت ضعيفه. بصراحه أزهرة، انا ندمانه على كل حاجه درتها. ندمانه على كل كلمه جرحت بها ليلى، وعلى كل ظلم ظلمتو ليها. كنت كنظن راسي كنربح، ولكن في الاخر خسرت كل شيء. ولكن كاينه حاجه وحده فرحانه بها. الحمد لله ولدي ادم ما طلعش كيشبه ليا، وخانا ماما وعارف خاص الحق يتقال. قلبو بيض وكيعرف يفرق بين الصح والغلط، وماشي قاسي بحالي. الحمد لله ما ورثش مني هاد القسوه، وكنتمنى يبقى ديما انسان مزيان وما يكرر حتى غلطه من الغلطات ديالي. اختي ليلى، والله توحشناك بزاف، كنا خايفين عليك. اختي ما تبعديش علينا مره اخرى، انا كل نهار كنت كنسول عليك. اختي ليلى، غير سمعت الحقيقه، والله ما قدرت نبقى ساكت ولا نكذب. ضميري ما خلانيش، قلت خاص الحريقه تبان مهما كان الثمن. اخويا ادم، منين كنتي صغير وانا كنقول عندي الزر حيت انت خويا، وهاليوم تاكدت باللي ما كنتش غلطه. ديما كنت صاحب قلب طيب، والله يخليك ليا وما يحرمنيش منك. صافي، دابا من فضلكم كاملين تمشيو معنا لمركز الشرطه. خاصنا ناخذوا الافاده ديال ليلى ونكملوا جميع الاجراءات القانونيه. من بعدك الواحد يقدر يرجع لدارو الا كان مطلوب شي اجراء اخر. ليلى، خاصك تعرفي باللي ماماك عمرها نساتك. سنين وهي كتقلب عليك، وكل باب كان عندها امل يكون ورا خبر عليك. كانت كتعيش بالوجع، ولكن عمرها فقدت الامل انها غادي تشوفك مره اخرى. ماما، نقدر نمشي معاك اليوم لداركم؟ بغيت نبات معاك، بغيت نعيش معاك في دار وحده واخا غير نهار واحد. عاد كتسوليني ابنتي؟ داري هي دارك، وعمرك ما خاصك تستأذني باش تدخليها. ومن اليوم ما كاينش داركم ودارنا، راه كلشي دار وحده. وهاد عمر راجل طيب واقف معايا في كل لحظه، اعتبريه باباك الثاني، وغادي تعرفي اكثر مع الايام. مرحبا بيك في دارك ابنتي، وغادي تكوني عزيزه علينا كاملين. وماشي هادشي كامل، مازال عندك مفاجأة. عندك أخت صغيرة سميتها ملاك. كل نهار كانت كتسولني ماما واش عندي شي خط. ملي تعرف بلي عندها أخت كبيرة والله حتى غادي تطير بالفرحة. اكيد غادي تكون فرحانه بزاف. بصح عندي أخت بغيت غير متى نشوفها، يعني أنا دابا عندي 4 أخوات، والله حتى فرحانة بزاف. أختي ليلى، واش نتي عارفة شنو كاين غدا؟ لا، شنو كاين غدا؟ غدا عيد ميلاد أختي ليلى، وحنا كاملين غادي نحتفلوا بيك، وهاد المرة غادي يكون أحسن عيد ميلاد داز عليك. عمي حسام، غدا عيد ميلاد ليلى، وانا عندي ليها مفاجاه كبيره. ان شاء الله غادي نطلب يدها رسميا، وبغيت نسرعوا في الزواج. حيت خاصني نرجع لايطاليا قريب بسبب الخدمه، وبغيتها تكون معايا. نبداو حياتنا بجوج وما نبقاش بعيد عليها مره اخرى. بصح ولدي يوسف، والله حتى فرحتيني بهاد الهضره. الله يسهل عليكم ويجمع بيناتكم في الخير ويفرحكم في حياتكم. ما كاين حتى واحد يستاهل الفرحه قدكم بعد اللي دوزتوا. شكرا اعمي، وغادي ندير كل جهدي باش نخلي ليلى ديما فرحانه، وعمري ما نخلي دمعه تنزل من عينيها. اخويا يوسف، حنا يلا لقينا ليلى وانت باغي تاخذها لينا عاوتاني؟ هذيك ماشي كنخطفها وغير غادي نديها لدارها الجديده. ما تخافش، اختك غادي تبقى ديما اختك، وحتى الا تزوجات غادي تبقى ديما كتجي عندكم.
ايوا صافي، ولكن بشرط كل سيمانه تجيبها تزورنا. وعد مني غادي نبقى نجيبها لعندكم. انا راه مريض، والله ما كانش هادشي كامل لخاطري. كل نهار كنلوم راسي على اللي درت. ندمت، والله العظيم ندمت. كنت كنظن باللي غادي نربح، ولكن في الاخر خسرت كل شيء. خسرت حريتي وخسرت مستقبلي، وجرحت الناس ما كان عندهم حتى ذنب. يا ربي اغفر ليا، ليلى سمحي ليا. عارف باللي اللي درته ما عنده حتى تبرير، ولكن والله الندم كياكلني من الداخل، وكنتمنى لو يرجع بيا الوقت باش نصلح كل شيء. قول لي اش كان الذنب ديال بنتي باش دير فيها هادشي كامل؟ ما عنديش جواب من غير سمح ليا. اسي البوليسي، غير سؤال، شنو بغيتي؟ شحال غادي نبقى هنا؟ دابا غادي تبقى هنا حتى يكملوا التحقيق معاك، ومن بعد غادي تقرر شنو غادي يكون في القضيه ديالك. يعني ما غاديش نخرج دابا؟ لا، دابا خاصك تحمل مسؤوليه الافعال ديالك، والقانون هو اللي غادي يقول كلمته. الله يصبر ماما، والله ما تمنيت نوصل لهذا النهار. فكر في هذا الشيء كامل، ويمكن يكون بدايه باش تراجع راسك. السلام عليكم ليلى. اول حاجه الحمد لله على سلامتك. دابا غادي نطلب منك تهدري براحتك وتحكي لنا كل شيء من البدايه حتى للنهايه باش نكتبوا افادتك كما وقعت. وعليكم السلام. حاضر، غادي نحكي لكم كل شيء. الا حسيتي بلي عييتي ولا بغيتي ترتاحي قوليها لي، ما كاين حتى استعجال. شكرا سيدي، انا مستعده. مزيان، قولي لي شنو وقع نهار خرجتي من الدار وكيفاش وصلتي عند كريم؟ غادي نحكي لكم كل التفاصيل وما غادي نخبي حتى حاجه. بدا كل شيء من اللي ليلى، واش نتي متاكده من هادشي كامل اللي باغا؟ اسيدي متاكده. صافي، غدا في الصباح رجعي للكوميساريه. حاضر سيدي. والله يا يوسف، ملي قلتي لي بلي غادي تفاجئ ليلى في عيد ميلادها فرحتيني بزاف. ان شاء الله غادي يكون نهار عمرها ما تنساه. بغيتها تنسى كل الحزن اللي عاشته وتبدا حياه جديده كلها فرحه. هذا احسن وقت باش ترجع ضحكه لوجهها. تستاهل كل خير. والله غادي تفرح بزاف ملي تشوف المفاجاه. الله يكملها عليكم بالخير ويفرح قلوبكم كاملين. ولكن دابا غادي تلقاو ليلى مسكينه خايفه ومصدومه من اللي دازت منه. يا ربي وقف معاها وقوي قلبها وثبتها. ان شاء الله غادي ترجع تبتسم من جديد. ودابا غادي نعيط لماما نطمنها على كل شيء. واخا ولدي سير. الو ماما. الو يوسف ولدي، طمني ولدي، كيفاش دازت الامور؟ واش ليلى بخير؟ واش لقيتوها؟ الحمد لله ماما، ليلى بخير ودابا حنا في الكوميساريه باش يكملوا الاجراءات. الحمد لله يا ربي، كنت خايفه عليها بزاف. حتى حنا دوزنا ايام صعاب، ولكن الحمد لله كل شيء بدا كيتحل. الحمد لله. ماما، غدا عيد ميلاد ليلى وبغيت ندير لها اكبر مفاجاه في حياتها. شنو هي هاد المفاجاه؟ غادي نطلب يدها ونعجلوا في الزواج. بغيت نعوضها على كل الحزن اللي عشته. الله يفرحكم أولدي، والله فرحتيني بهذا الخبر. بغيت غير دعواتك ماما. دعواتي معاكم ديما، والله يكمل عليكم بالخير ويجمع بينكم في الحلال. امين. شكرا ماما. صافي انا دابا غادي نقطع، غادي تخرج ليلى ونجي للدار ونكملوا الهضره. رد بالك على راسك وعلى ليلى. ان شاء الله. بسلامه ماما. ها هي ليلى خرجات. بنتي ليلى، واش كل شي داز بخير؟ ماما الحمد لله. خلينا نمشيو دابا، راه من نهار اللي خطفني كريم ما كليت والو وراسي كيضرني بزاف. ليلى، واش بغيتي ناخذوك للطبيب؟ لا بلاش، بغيت غير نرتاح شويه. بابا، واش يمكن اليوم نبات عند ماما؟ الا بغيتي، الا ما بغيتيش نمشي معاك. لا ابنتي، هادي ماماك وحتى عمر بحال باباك. سيري معاها وارتاحي. انا ويوسف وخوتك غادي نمشيو، وغدا ان شاء الله نجيو عندكم في الصباح. سف، بغيت غير نقول لك شكرا. شكرا على كل دقيقه بقيتي كتقلب عليا، وشكرا حيت ما فقدتيش الامل فيا. والله الى عمري ننسى اللي درتي معايا. انا درت غير الواجب ديالي، والمهم بالنسبه لي هو نشوفك بخير. لا، اللي درتي اكبر من الواجب. الحمد لله اللي رزقني بشخص بحالك. الحمد لله، اخيرا رجعت لحضن عائلتي. ولكن باقي ما سالتش القصه. غدا غادي نرجع للكوميساريه وغادي تقرر واحد القرار مهم بزاف، وانا خصني ناخذ اصعب قرار في حياتي. واش عارفين شنو هو؟ إلا عندكم شي توقع كتبوه لي في التعاليق، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.